صحيح الأيام كلها بتجري، لكن مفيش أسرع من أيام رمضان ولياليه. في الأيام الأولى بنغني كلنا مع عبد المطلب رمضان جانا، وبسرعة الصاروخ نلاقي نفسنا بنسمع شريفة فاضل وهي بتقول تم البدر بدري، وفي لمح البصر يطلع صوت الست أم كلثوم وهي بتغني يا ليلة العيد أنستينا. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. ورغم ان مفيش عيد بيعدي الا لما نسمع صوت الست، لكن مش كتير بيعرف ان بياع بسيط كان السبب في كتابتها، وانها كانت السبب في ان ام كلثوم تاخد لقب صاحبة العصمة. اعملوا شير ولايك ويلا بينا نبدأ القصة. بدأت حكاية أغنية الست ليلة عيد الأضحى سنة 1939 لما كانت أم كلثوم رايحة الإذاعة تسجل أغنية طاب النسيم العليل، وقبل دخولها مبنى الإذاعة سمعت بياع بينادي على بضاعته ويقول يا ليلة العيد أنستينا، فعجبتها الكلمة. ولما دخلت الإذاعة لقت الشاعر الكبير بيرم التونسي، فطلبت منه كتابة أغنية يكون مطلعها الجملة اللي سمعتها من البياع. وفعلا بدأ بيرم كتابة الأغنية، لكنه ما كملهاش بسبب تعب جاله، فكلفت أم كلثوم بداله الشاعر أحمد رامي. وبعد ما خلص رامي كتابة الأغنية لحنها رياض السنباطي وغنتها أم كلثوم في فيلم دنانير. لكن شهرة الأغنية الكبيرة بدأت سنة 44 لما كانت أم كلثوم عاملة حفلة في ملعب مختار التتش بتاع النادي الأهلي، وكانت المفاجأة حضور الملك فاروق الحفلة. فغنت الست الأغنية، لكن بذكائها ضافت للأغنية كلمات مجاملة للملك قالت فيها يعيش فاروق ويتهنى ونحيله ليالي العيد. يقوم فاروق مطلع قرار تاني يوم بمنح أم كلثوم نشان الكمال عشان تبقى الست صاحبة العصمة. وفي الآخر مشي فاروق ومات برا مصر، وماتت الست، وفضلت الأغنية علامة ما ينفعش يجي العيد من غير ما نسمعها. لو عجبتكم القصة بتاعت النهاردة ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، تبعتوها لكل أصحابكم، وسلام.